اليوم الوصفة كيكة الزبادي الهشة مع طبقة الكرانشي. وصفة قديمة وجديدة لذيذة ومقاديرها متوفرة. نبدأ أول شيء نسوي طبقة الكرانشي، نبيها تبرد قبل ما نضيفها الكيكة. بمقلاة على النار حطيت نص إصبع زبدة، بعدين أضفت له ربع كوب سكر بني. حركتهم لين ذاب السكر. بعدين أضفت ملعقة صغيرة قرفة مطحونة، وأضفت المكسرات اللي هي نصف كوب لوز مجروش ومحمص، ونصف كوب جوز هند محمص، ونصف كوب جوز هند رطب. قلبتهم بس كذا دقيقتين تشويحة سريعة لين أخذوا النكهات. سكرت النار وتركت المقلاة على جنب علشان تبرد. طيب نبدأ نجهز الكيكة. بزبدية عميقة حطيت نصف كوب سكر وثلاث بيضات وملعقة كبيرة فانيليا. خفقت لين ذاب السكر. بعدين أضفت علبة زبادي بحرارة المطبخ ونصف كوب زيت. خلطتهم. بعدين أضفت عليهم المقادير الجافة، كوب وربع دقيق أبيض، ونصف كوب حليب بودرة محموس، وملعقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة ملح. خلطت المقادير الجافة أول، بعدين أضفتهم بالتدريج على الخليط السابق. بعد ما انتهيت جبت صينية الفرن مستطيلة، مقاسها 12 في 8 إنش، والفرن مشغلته قبل على حرارة 180 درجة مئوية. بخيت القالب بخاخ مضاد للالتصاق. بعدين صبيت الخليط وسويت الصينية. بعدين حطيت طبقة الكرانشي ودخلت الصينية للفرن. ضغطت طبقة الكرانشي ضغط خفيف، ودخلت الصينية للفرن من أسفل لمدة 35 دقيقة. بعدين سكرت من أسفل وشغلت من أعلى لمدة 10 دقائق. بعد ما طلعت ما شاء الله تبارك الله الريحة مرة شهية عبت البيت. خلطت 3 حبات جبنة كريمية مع نصف علبة حليب مكثف محلى. صبيتها على الصينية، وممكن تقطعون الصينية قبل عشان تدخل التسقية فوق. قدمتها دافية مع القهوة، مع السحلب، مع الكرك، مع أي مشروب. جدا لذيذة ومرغوبة للجميع، من الحلويات القديمة. جربوها، صح وعافية عليكم جميعا.